الذيول على العديد من الهكتارات المخصصة للفلاحة وتربية الأبقار الحلوب. في حديث مع عدد من ممتهني هذا القطاع يتحدثون عن خسائر مهمة تكبدوها جراء ارتفاع منسوب وادي الساقية الحمراء. هذه المنطقة اللي احنا ساكنين فيها خلاونا بواتنا هنا تيا، وكنا دايرين مشارع ساكن عايشين بهم الكسب والفلاحة، والحمد لله جات هذا خير مولانا اللي جاء. نحن الحمد لله عارفين عنه هو فوق قوة البشرية. هذا شيء جاي من عند سيدي ربي، مرحبا به. وكانت الناس هون عندها فيرمات مفلحة وخاسرة فلوسها هونتيا وضاعت، لكن هذا الشيء كامل يخلفه الله. استكمل الوادي مسيره صوب البحر، وفي طريقه أتى على الأخضر واليابس. انقطعت الطريق الساحلي الرابطة بين فم الواد والطرفاية، كما أتى على هكتارات مهمة من المساحات المزروعة. وقبل أن ينتهي أتى على البنية التحتية لكورنيش الشاطئ ليعبر صوب المصب. الحالة هنا مكرفصة، النيفو ديال ما طلع بزاف، يعني حتى فات هذوك الضيوف اللي كاينين هنا. والدراري صحابي باقيين، شي دراري صحابي تما راه واحدين ما لقاو ما ياكلوا، بينا ندير لهم دابا غير المسائل ديالهم راه ما لقيناش باش ندوزو. ونتمناو خير ان شاء الله يكون كيفاش نجيبوا دوك صحابنا نجيبوهم عندنا لهنا. الواد جا من عند السد وجا مخطي. الاسباب هو انه ما تفتش ديك لاناب، كون كان فتح القرب كاع ما يوقع هذا الشيء كامل، فهمتني. وثانيا ملي جاي مسوحل من عند القنطره ماشي هاك، الى لحق الجرادي وطردق من فم، وناهيك عن الخسائر الماديه. وهناك بعض العائلات تم اجلاؤهم على التمام، وخصنا لهم واحد الايواء اللي هو دار الشباب. ثم الواد تم ماشي مسوحل الى لحق البنيه التحتيه كامله كما تعرفوا ديال فم الواد، كيف الكورنيش والواد الحار وهذا كامل مشى هذاك الشيء كامل الحمد لله. خسائر مادية مهمة إذن خلفها فيضان وادي الساقية الحمراء هنا بجماعة فم الواد، تكبدها الفلاح والكساب على وجه الخصوص، إضافة إلى تضرر البنية التحتية الطرقية كما شبكتي الهاتف والكهرباء.